السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أبرز العناوين: الركراكي: الأجواء جيدة بين اللاعبين، لكنني أعرف أن ما يهم الجماهير المغربية هو الفوز وليس الجو. المغرب يحب زياش كثيرا ويحتاجه غدا أمام كرواتيا، وحين يمتلك الثقة المطلوبة يصبح من أفضل اللاعبين في العالم. مودريتش: المنتخب المغربي لديه لاعبين أقوياء نحترمه كثيرا، وغدا تنتظرنا مباراة صعبة. الركراكي: غدا الجمهور غادي يقول سير للعبة ماشي ليا، ولا دخلنا بفهامة زايدة قدام كرواتيا غادي يربيونا بالزربة. والآن إلى التفاصيل، ولكن قبل ما نبداو باش تكون أول واحد كتوصل بعدد الأخبار العالمية والمغربية، المرجو تعزل الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. تحدث الناخب الوطني ولد الركراكي في ندوة صحفية التي تسبق مباراة المغرب وكرواتيا عن الجو الجيد الذي يسود داخل المنتخب المغربي، مؤكدا معرفته أن ما يهم الجمهور المغربي غدا هو الفوز. وقال ولد في هذا الصدد: الجو جيد منذ الانضمام إلى المنتخب، اللاعبون خلقوا جوا جيدا بينهم، لكن أعرف الجماهير المغربية وما يهمنا هو نتيجة الفوز والنقاط الثلاث وليس الجو. هو معطى مهم جدا لتقديم مستوى جيد. وهذا فوائد قوله: ما أريد من الشعب أن يعرفه هو أن اللاعبين سيقاتلون على أرضية الملعب وسيقدمون أفضل ما لديهم ولعب كرة جميلة كي نستطيع إفراحهم وتجنب الندم الذي طالما رافقنا عند نهاية كل تظاهرة كبرى. وأكد ولد الركراكي مدرب المنتخب المغربي أن الكتيبة الوطنية تضم أسماء متألقة كذلك كما هو الشأن بالنسبة للوكا مودريتش رفقة المنتخب الكرواتي. ويصطدم الطرفان يوم غد الأربعاء انطلاقا من 11 صباحا على أرضية ملعب البيت في أول مبارياتهما في كأس العالم. وقال الركراكي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المقابلة: نعم، أنتم مرشحون للفوز، حققتم مواصفة النسخة الماضية ولديكم لوكا مودريتش الذي توج بالكرة الذهبية. وتابع قائلا: علينا أن نركز على اللاعبين، فنحن نتوفر كذلك على أسماء رائعة مثل أشرف حكيمي، حكيم زياش، نصير مزراوي. وإذا ركزنا على مودريتش فإنها غلطة كبيرة. الأهم أن نلعب كرة مغربية، وبعد المباراة أتمنى أن لا يساورني أي ندم. وواصل أيضا مدرب المنتخب المغربي وضع ثقته في الجمهور المغربي من أجل تأسيس جنبات الملعب البيت ومساندة العناصر الوطنية في مواجهتها المرتقبة أمام كرواتيا لحساب الجولة الأولى من المجموعة السادسة للمونديال قطر. وقال الركراكي خلال الندوة الصحفية التي تسبق المقابلة: ما أعرف أن الجمهور المغربي سيهب لمساندتنا، نتوفر على جالية كبيرة في قطر والخليج، ودائما ما يكون سندنا وهو ما رأيناه في روسيا. وأضاف قائلا: سيكون أثره كبير على عاملنا النفسي كما نرى في ملاعبنا الوطنية. جمهورنا لا يوجد في قطر فقط، والمغاربة سيقولون سير غدا، لكن ليس لي بل للاعبين. واختتم قائلا: احنا كنحترم كرواتيا، ولكن لا دخلنا بفهامات زايدة غادي يربيونا بالزربة. تحدث الناخب الوطني والركراكي عن حكيم زياش معددا مميزات الكروية والفنية، ومؤكدا أنه من الأفضل اللاعبين في العالم إن كان يحوز الثقة الكاملة. وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة إنه لاعب مهم من الفريق ويمارس مع تشيلسي رغم أنه لم يعد يحظى في الآونة الأخيرة بالثقة اللازمة من فريقه، لكن اللاعبين يحتاجون أفضل مستوى من حكيم. وأضاف: في المباراة الماضية سجل هدفا، وحين يكون في ثقته الكاملة يصبح من أفضل اللاعبين في العالم، وكذلك نحتاجه غدا بمميزاته، وأنا سعيد بعودته للمنتخب المغربي. واختتم قائلا: البلد بأجمع يحبه ويحتاجه، لكن غدا سيعطي 100% مع المنتخب، ولست خائفا من منحه الثقة. اعترف لوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا بقوة المنتخب المغربي، مبرزا أن المباراة التي ستجمعهما غدا الأربعاء لحساب الجولة الأولى من المجموعة السادسة لكأس العالم ستكون صعبة. وقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: نريد أن نلعب بطولة كبيرة، أما بالنسبة لما سنفعله غدا فسنرى ما سيحدث. علينا أن نكون منسجمين ومتحدين، وإذا فعلنا ذلك فإننا سنحقق نتيجة إيجابية. غدا أمامنا مباراة صعبة وستكون مباراة رائعة. وتابع قائلا: أشعر ببعض القلق لكنه قال إيجابي. أنا قائد منتخب كرواتيا وهذا فخر لي. في الأيام الخمسة الأخيرة تدربنا في الصباح حتى نتأقلم مع الأجواء والمناخ. وأردف قائلا: المغرب لديه لاعبين أقوياء في تشيلسي والبايرن ميونخ، ونكن له كل الاحترام. سنكون في أفضل لياقة بدنية لكي نصل إلى نتيجة جيدة. وفي حديثه عن تألق العرب في المونديال قال: ليس لدي أي تعليق، نحن نركز على مباراتنا ولا نهتم بما يحدث في باقي المقابلات. كرواتيا دائما تستحق الاحترام في كرة القدم. علينا أن نتحلى بالتواضع ولا يجب أن نستسلم للغرور، ولا يجب أن نقدم وعودا واهية. علينا أن نلعب وأن نمثل بلدنا جيدا. وتم حدثه: لعبت مع حكيمي في السابق، ويمكن القول إن الأندية التي يلعبون فيها لاعبو المغرب ساعدتهم على إثبات مواهبهم، والمغرب فيه رياضيين مميزين وأحترمهم كثيرا. وبهذا أستودعكم بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.